يلتقي نادي الزمالك مع نادي البركان المغربي يوم الأحد 12/5 اللي جاي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب نادي البركان بالمغرب. قبل ما أتكلم بقى في تفاصيل الماتش وطريقة لعب نادي البركان ونقاط القوة والضعف الموجودة في فريق نادي البركان، حابب بس أودي رسالة أو أقول رسالة لجمهور نادي الزمالك. طبعا جمهور الزمالك كان زعلان بعد ماتش سموحة وخسارة وإن احنا فقدنا 3 نقاط مهمة في مشوار منافسة على لقب الدوري. خسارة بعدت الزمالك شوية عن المنافسة، بس لسه المشوار طويل ولسه في مباريات باقية كمان من الدور الأولاني. يعني طبعا نص الدوري لسه باقي وفي ماتشات كتير أوي ما اتلعبتش، فلسه الأمل موجود. اه كلنا زعلانين من الخسارة لدرجة إن في مجموعة من جماهير نادي الزمالك بقت تهاجم خوزيه جوميز براحة اللاعبين الأساسيين زي زيزو فتوح والمسلوسي وعمر جابر ودونجا. وقالت كان ممكن يبقى بالأساسيين دولت ونخلص الماتش بدري بدري ويبدأ يريح اللعيبة ويطلعها يعني. طب نتكلم واحدة واحدة كده وبالعقل يعني. احنا بنلاعب نادي رئيسه فرج عامل أعلن أكتر من مرة انتمائه للنادي الأهلي اللي هو النادي المنافس، وبيدعمهم في أكتر من مناسبة. تمام. مسخن بقى لعيبته ومسخن الجهاز الفني بتاعهم بقيادة أحمد سامي اللي هو نازل الماتش ومدي تعليمات وعنده غل داخل الملعب. شفنا دوت بقى في خشونة وفي تدخل بعنف على لعيبة نادي الزمالك لدرجة إن هي وصلت لأوقات لحد الإيذاء، وبيضربوا بقى في أماكن خطرة كده كان ممكن نخسر لعيبة كتير. طبعا تحت مسمع ومرأة محمود البنا اللي موفرش الحماية للعيبة نادي الزمالك. مفيش انذارات تدخلات بعنف ومفيش مقابل قصاد التدخلات ديت. لعب عنيف ولعب فيه غشامة مفرطة. طبعا انا اتظلمت برضه في الماتش دوت في ضربة جزاء صحيحة اتلغت لما رجع للفار وهي ضربة جزاء صحيحة. هدف صحيح مشوك ولغوه. المهم برضك نبص على تصريحات لعيبة سموحة بعد الماتش، خصوصا مثلا واحد زي حسام حسن ده طالع بعد الماتش بيتكلم في الفضائيات إن الماتش دوت بالنسبة للجهاز الفني ولاعيبة سموحة كان أهم ماتش في الدوري. يعني أنا مش فاهم انتوا سايبين ماتشات الدوري كلها وجت على ماتش الزمالك ده أهم ماتش في الدوري بالنسبة لكم. يعني لا هو لا ماتش بقاء في الدوري ولا ماتش مثلا هتاخدوا بيه الدوري ولا ماتش هتاخدوا بيه كاس مصر مثلا يعني. مش فاهم يعني حاجة غريبة اشمعنى الماتش ده اللي أهم ماتش عندكم في الدوري. هتيجي مثلا في حالات تانية مثلا مشابهة زي كابتن محمد عبد الجليل قبل كده وكابتن حلمي طولان أعلنوا صراحة في الفضائيات إن هم كانوا قبل ماتشات الأهلي في بطولة أفريقيا لما بيقابلوهم كانوا بيطلبوا من لعيبتهم إن هم يخافوا على لعيبة الأهلي ويحافظوا عليهم. الأهلي عنده ماتشات في أفريقيا فلازم نحافظ على لعيبة الأهلي، عكس بقى اللي بيحصل مع الزمالك. مش عارف هو الزمالك نادي من بره البلد ولا إيه. لو جينا بصينا كده الزمالك خسر 3 نقاط بس برضه طلعنا بمكاسب. احنا قبل كده خسرنا مصطفى الزنار ومصطفى شلبي في ماتش البنك الأهلي في أول تلت ساعة. لو جوميز كان مثلا بدأ بالأساسيين اللي هم معايا في أفريقيا مثلا زي زيزو اللي أنا ذكرتهم فتوح والمسلوس والناس دي كلها في ماتش سموحة بدأ بيهم في الأول وجات لهم إصابة لا قدر الله زي ما اتصاب بالزناري ومصطفى شلبي. هتلاقي الجمهور اللي هو أصلا قال إن هو بدأ بالأساسيين كان قلب عليه. يعني احنا داخلين على ماتش مهم وتنزل اللعيبة ديت ونخسر اللعيبة ديت في ماتش زي سموحة. يعني احنا بنتعامل بالقطع يعني. لو كان نزل الاساسيين واتصابوا بص يا عم ده نزل الاساسيين واتصابوا. ما نزلش الاساسيين بيحاربوا عشان وخسرنا بيحاربوا عشان خاطر ما نزلش هم معايا. انا قائمة افريقيا اصلا معايا متلصمة. انا غايب عني شيكابالا غايب عني مصطفى الزناري اهوت ومصطفى شلبي غير قبل كده الونش غير قبل كده شيفو معايا. فانا لو كنت خسرت واحد من اللعيبه الاساسيين دول معايا تاني في نهائي افريقيا انا مش انا لما غاب عني المجموعه ديت في ماتش الذهاب في ماتش بتاع دريمز في القاهره شفنا شكل الزمالك كان عامل ازاي. انا لاعب معايا واحد بيفرق معايا في القائمه الافريقيه. وطبعا احنا في اخر الماتش بتاع سموحة كلنا حطينا ايدينا على قلبنا لما دونجا وقع على كتفه ودماغه. قلنا لو اتصاب ده كان نقول الزمالك لف حوالين نفسه. طبعا احنا خسرنا زي ما قلت لكم 3 نقاط بس احنا طلعنا بقى محظوظين وطلعنا كسبانين احنا. الحمد لله طلعنا من غير اصابات. آه
تاني حاجة احنا كسبنا لاعب زي محمد شحاتة، ان انا جربته في مركز الباك اليمين ادى فيه واداء واجاد فيه، ان احنا ممكن في لو حصل ظروف ان احنا نستخدم محمد شحاتة كباك باك يمين. زياد كمال بدأ يحط رجله في الملعب، وبدأ يعني القماشة المكان طلع قماش، فبدأ يظهر ويثبت رجله في الملعب، ان انت ممكن في وقت ما تعتمد عليه كمركز ستة في نص الملعب. الماتش أثبت للجميع إن ده موسم استثنائي، إن أنت بعد ما تخلص إن أنت فعلا محتاج مراكز معينة تدعمها. أنت عندك في ناس ما بتغيب أو مش موجودة أو أنت بقى حابب تريحهم، ما مش بدلاء بره، إن أنت تعرف تعوضهم في جوه الملعب. الناس ديت ملهاش أي بديل، ولا يعني مفيش حد يعوضهم داخل الملعب. فاحنا كده هنشتغل على النقطة ديت، إن احنا آخر الموسم نعدي الموسم ده على خير إن شاء الله، وكان مجهودنا بالفوز بالكونفدرالية، وننافس على الدوري لغاية آخر نفس، وربنا يكرمنا. يمكن ربنا يكرمنا إن شاء الله وناخد الدوري في الآخر، بس محتاجين دعم في مراكز كتير جوه الفريق. خلصنا بقى من موضوع سموحة بقى، نبدأ نتكلم على الماتش المهم اللي جاي، ونتكلم عن فرقة نهضة بركان، نشوف أسلوب لعبها ونقاط القوة والضعف فيها. طبعا فريق نهضة بركان هو فريق كرة متمرس، واخد من قبل كده كونفدرالية. كورته عنيفة، معدلات البدني بتاعهم عالي، عندهم سرعات، فريق جماعي عشان يغطي على نقاط الضعف الفردية، أو كأفراد أو عندهم نقاط ضعف فردية. بيعوضوا باللعب الجماعي اللي هو نظام الكومباكت، الفريق بيلعب بكومباكت، واحدة واحدة. معاهم مدير فني كفء عنده خبرات أفريقية، متمرس، اللي هو معين الشعباني. الملعب اللي هيستضيف المباراة هو ملعب نهضة البركان، مساحته ضيقة جدا، هم واخدين على الملعب دوت طبعا ومتمرسين عليه. المدرجات قريبة جدا من الملعب، تحسها معاك، الجماهير معاك جوه الملعب يعني، وجمهورهم حماسي ما بيوقفش عن التشجيع، بيفضل بيشجع فريقه لغاية آخر ثانية في المباراة. طبعا غير انهم معاهم طبعا فوزي لقجع، صاحب النفوذ القوي داخل الاتحاد الافريقي، ولازم ناخد بالنا، وإدارة الزمالك تبدأ تحذر وتاخد إجراءاتها وبياناتها، زي ما حصل النهاردة على موضوع التحكيم ده. أنا بحيي إدارة الزمالك عليها، بس لازم، لأن فوزي لقجع هيعمل كل ما في وسعه إن النهضة يفوز بالكأس ده، بس إن شاء الله مش هتحصل. أهم لعيبة نهضة بركان هو المساك البوركيني يوسف أودايو، ده كان لاعب ضدنا في نهائي 2019 برضك، كان موجود من ضمن اللعيبة اللي موجودة لعبت ضدنا. عمر العرجون ده لاعب مركز 8، لاعب مميز. والجناحين الصراع يوسف الفحلي، أهم لاعب عندهم صاحب المهارات والسرعات، هو جناح شمال. ويوسف مهري جناح يمين. معين شعباني مدرب واقعي، مش بيغير فلسفته الكروية، مدرب بيعرف يستغل كل نقاط القوة اللي عنده في الفريق. مش من النوع اللي هو بيعمل مفاجآت أو تريكات أو بيغير مراكز اللعيبة داخل الملعب، كل لعيب بيلعب في مركزه. بيعتمد على خطة ثابتة هي 4-3-3. طب نيجي نشوف بقى الشكل الهجومي بتاع نهضة بركان. هو فريق بيحاول يطلع بالهجمة من الخلف، بس مش هجمة منظمة، هو مش ما بيوصلش لحتة بقى ان هو ايه، ان ده يعمل تحضير وتطوير للهجمة، لان هو ما عندوش خط نص قوي مركز 8 انها تعرف تتدرج بالكورة، او تعرف تحول الكورة من نصف الملعب الدفاعي لنهضة بركان لنصف الملعب الهجومي. فهو مجرد بس ان هو ينقل نقلتين تلاتة، يفضي مساحة لأي لاعب من الخط الخلفي. عندهم قدرات انهم يرسلوا كرات طولية سريعة للجناحين الصراع، اللي هو يوسف مهري او يوسف الفحلي. تمام. مجرد ان هم بيوصلوا على جانبين منطقة الجزاء الخصم، عندهم ميزة ان هو بيعرفوا يعملوا عرضيات وكروسات ممتازة. مميزين جدا في الكورسات بتاعتهم. وهم بيعملوا كورسات هتلاقي مش أقل من 4 5 لعيبة من الخط الهجومي بتاع نادي بركان جوه منطقة جزاء الخصم، مستغلين بقى أطوالهم والدفاع البدني وقوتهم البدنية والتميز في ألعاب الهواء. فهم عرضياتهم أول ما يوصلوا منطقة الجزاء، عند حدود منطقة الجزاء، بيعملوا عرضيات، وهم مميزين جدا في النقطة ديت. من ضمن الاشكال الهجوميه طبعا ان انت برضه بيوصل بيرمي، يعني لو يا اما الكرات الطوليه على الاجناب، يا اما الكرات الطوليه على المهاجم الصريح بتاعهم اللي هو مهاجم المحطه. المهاجم بتاعهم برضك لعيب افريقي سريع،
عنده التيك اوف بتاعه عالي، مميز في ألعاب الهواء. يطلع بيسبق المدافعين في ألعاب الهواء، ويبدأ يسند الكرة للجناحين بتوع نهضة بركان. طبعا انت عندك الباكين برضك ظهيرين الجنب بيساندوا هجوميا نوعا ما، بس هم معظم الوقت معين شعبان حاططهم مثبتهم في نص الملعب عشان يستقبلوا الهجمات المرتدة. لو اتقطعت يبقى هم واقفين يصدوا الهجمات المرتدة للخصم. يعني لو الكرة اتقطعت من خط الهجوم بتاع نهضة بركان، هتلاقي الظهيرين الجنب واقفين نص الملعب بيحاولوا يمنعوا الهجمات المرتدة. تمام. زائد ان انت طبعا الجناح العكسي لما الكورة مثلا لو ناحية اليمين، هتلاقي الجناح العكسي اللي هو الشمال بيخش كمهاجم تاني مع المهاجم الأساسي، أو العكس، المهاجم هتلاقي الجناح اليمين بيخش مهاجم تاني لو ناحية الشمال. من ضمن برضك الأشكال الهجومية لنهضة بركان هي التحولات الهجومية والمرتدة السريعة. مجرد ما بيقطع الكرة منك بيلعب كرات طولية على طول. أول ما بيقطع الكرة يلعب كرات طولية سريعة لأي لاعب منطلق في الخط الأمامي، سواء المهاجم أو الجناحين. هم حافظين بقى ايه وقفة بعض، ان انت اول ما بتقطع الكرة هو عارف هيلعبها لك ازاي وفين، وانت بياخد الانطلاقات على طول. يعني اول ما بتقطع الكرة تلاقي الجناحين او المهاجم عندهم انطلاق على طول، ان هو اول ما الكرة تلعب تلاقيه هو مسابق المدافعين. فالماتش دوت هيبقى فيه عبء كبير قوي على خط دفاع الزمالك، من اول المسلوسي لحسام عبد المجيد لفتوح وعمر جابر. لازم يبقى عندهم يقظه، وعندهم حتى يبقى ايه عاملين عمق عشان السرعات العاليه بتاعه الخط الامامي لنهضه بركان. طبعا من خلال الاشكال الهجوميه هي استغلال الكرات الثابته، سواء الكورن او الفاولات القريبه من منطقه جزاء الخصم. طبعا مستغلين اطوالهم والتحاماتهم القويه، وعندهم العاب الهواء مميزين فيها جدا. تمام. دي الأشكال الهجومية المميزين فيها نهضة بركان. شوف بقى الشكل الدفاعي بتاع نهضة بركان. نهضة بركان بيعتمد على الضغط العالي المتقدم من منطقة جزاء عند منطقة جزاء الخصم. بيحاولوا يضيقوا المساحات وزوايا التمرير بالضغط بقى باتنين أو تلات لعيبة يعني على اللي معاه الكورة، وبيضغطوا بخمس لعيبة دايما على حدود منطقة جزاء الخصم. لو الخصم قدر يطلع بالكورة من الضغط العالي اللي هم عاملينه دوت، بيقدروا يرتدوا لنصف الملعب ويعملوا ضغط متوسط عند دايرة نصف الملعب، وضيقوا المساحات على الخصم. بتلاقي الدنيا زحمة قدام منطقة جزاء نهضة بركان، والمساحات بتبقى ضيقة جدا يعني، صعب الاختراق. نهضة بركان بتضغط على اللاعب اللي معاه الكورة بلاعب أو اتنين أو تلاتة، ما بيدوش اي فرصة للاعب اللي معاه الكورة ان هو يبدأ يتحرك بالكورة او يبدأ يعمل تدرج بالكورة، او يفكر ايه هيعمل ايه. مجرد ما ان هو يفكر والكرة تفضل في رجليه كدهوت، بتلاقي ضغط شرس عنيف عليه باتنين تلات لعيبة بيقطعوا منه الكورة، او على الاقل هتعملوا فاول، ما بيدوش فرصة ان هو يقدر يمر بالكورة. بيعملوا ضغط عكسي برضك بعد فقد الكرة عشان يرجعوا الكرة في أقرب مكان وأقرب وأسرع وقت المكان ما اتقطعت منه الكرة. ده الأشكال الدفاعية بتاعتهم. نيجي بقى نتكلم على النقاط الضعف عند نهضة بركان. حارس المرمى ضعيف في العرضيات. الكرة على طول بتقع منه، يعني ما بيقدرش يعرف يمسك الكرة، يا اما يديها بالبوكس، البوكس بتاعه ضعيف. ولما بيجي يطلعوا بالكرة من الخلف في الهجمات بتاعتهم، انت لو ضغطت على حارس المرمى دوت بيغلط ويرتبك. وشفنا الجون التاني بتاع الجيش الملكي اللي دخل بسبب حارس المرمى، لما المهاجم ضغط عليه والكرة دخل الجون في نهائي كأس العرش. خط الدفاع عن نهضة بركان ضعيف وبطيء في واحد ضد واحد، وفي الكرات الطولية اللي بتتلعب خلفهم. يعني لو أي واحد سريع يقدر بسرعته يعدي من خط الدفاع لبطء. خط دفاع نهضة البركان بظهرية الجنب، لو ضغطت عليهم وهما بيطلعين بالكورة في نظام الهجمة اللي هو بناء الهجمة من الخلف، عندهم ضعف شديد في الطلوع بالكورة. لو ضغطت عليهم وبيغلطوا ممكن تقطع منهم كورة بسهولة وتشكل خطورة على منطقة جزاء. خط دفاعهم ضعيف في العرضيات، سواء من كرات ثابتة أو كرات متحركة. زي ما هم مميزين في العرضيات هجوميا، هم ضعاف في العرضيات داخل منطقة جزائهم. الأجنحة بتاعت نهضة بركان، سواء يوسف الفحل أو يوسف مهري، مساندتهم الدفاعية ضعيفة. الارتداد الدفاعي بتاعهم بيكون ضعيف. مش على طول بيساندوا الظهير الجنب بتاعهم. فانت في سهولة لاختراق الأجناب بسبب إن انت مفيش مساندة بين الاتنين أجنحة، سواء يوسف مهري أو يوسف الفحلي للظهيرين الجنب.
نهضة بركان لما بتعمل ضغط عالي على حدود منطقة جزاء الخصم بتعمل بحوالي ب5 لعيبة مثلا. تلاقي خط الدفاع بتاعهم بتاع نهضة بركان في أثناء الضغط العالي بيعمل دفاع متأخر من نص ملعبه، عشان الكرات الطولية وفرق السرعات، فهم بيأمنوا إن هم بيلعبوا فوق نص ملعبه. فدي بتلاقي في مساحات، بسبب كده في مساحات كبيرة بين الخط الأمامي الهجومي للنهضة والخط الخلفي للدفاع. لو أي فرقة بتعرف تطلع صاحب الكورة وبتمرر صح المساحة بين الخطوط وسرعة في نقل الكرة، هتضرب نص فرقة نهضة بركان، ويكون عندك زيادة عددية وتشكل خطورة على خط دفاعهم. بس شرط إن السرعة، حسن التصرف والانتشار السريع والتحولات السريعة الهجومية. والمساحة ديت اللي بيقدر يلعب فيها أو يشتغل فيها سامسون وأحمد حمدي وأوباما لو جاهز. أي تأخر بقى في سرعة الهجمة هتلاقيهم ارتدوا بسرعة وعملوا ضغط قوي وشرس، استردوا الكرة أو يعملوا فاولات إيه يمنعوا الهجمة اللي أنت طالع بيها. إذا أنت مجرد ما توصل في المساحة الفاضية ديت هي محتاجة سرعة وهجمة مرتدة سريعة، ويعني تستغل الفرصة إن أنت ضربت الخط الأمامي كله. هتلاقي نفسك رايح بزيادة كتير وتستغلها وتعرف تحرز منها أهداف لو سرعنا في الهجمة بتاعتنا. أي لاعب مهاري بيقدر يعدي 1 ضد 1، عشان كده هما بيعملوا ضغط جماعي. لو جينا نتكلم طبعا عن نقاط القوة بتاعتهم، احنا قلنا ان هم الضغط بتاعهم بيبقى ضغط جماعي قوي شرس، مميزين في السرعات والانطلاقات والهجمات المرتدة والتحولات الهجومية السريعة. مميزين جدا في ضربات الثابتة. نحاول نقلل موضوع ضربات الثابتة حوالين 18 بتاعتنا. نقلل موضوع الكورنر دوت. نعمل عمق دفاعي عشان السرعات بتاعتهم، ودايما يبقى 2 و3 ضاغطين على اللي معاه الكورة زي ما هما ما بيعملوا. لو جينا حبينا نتكلم على التشكيل بقى الأنسب من وجهة نظري أنا مثلا إن هو يبدأ بنفس التشكيل ماتش العودة مع دريمز في غانا. بس في تغييرين بس اللي هما يتعملوا. طبعا نضاي مكان مصطفى شلبي للإصابة مصطفى شلبي، ومحمد شحاتة مكان زياد كمال. يعني هيبدأ بقى عوض حارس المرمى، قدامهم 2 سنتر باكات حمزة المسلوس وحسام المجيد، باك رايت عمر جابر، باك ليفت أحمد فتوح، قدامهم 2 6 ثابتين على طول مأمين نص الملعب دونجا ومحمد شحاتة. أمامهم ثلاثي خط وسط هجومي، وينج رايت زيزو، وينج ليفت نضاي، في العمق مركز 10 أو مهاجم 9 ونص متأخر سامسون يلعب في المساحة اللي أنا اتكلمت عليها، ومهاجم صريح هو الجزيري يستغل سرعته مع بطء دفاع نهضة بركان. في النهاية ماتش صعب جدا. كل مدير فني هيلعب على التفاصيل، كل مدير فني هيستغل نقاط ضعف الخصم بتاعه ونقاط القوة اللي عنده عشان يفوز بالمباراة. الزمالك محتاج يحرز هدف هناك على أرض نهضة بركان، سواء هدف فوز أو هدف تعادل إيجابي، لأن هم لو عملوا أي نتيجة مكسب هم بيعرفوا بره أرضهم يقفلوا دفاعاتهم ويقفلوا مساحات على الفريق اللي بيلعبوا على أرضه. نضرب كان سهل اندفاعاتهم على أرضهم إن أنت تستغل المرتدات السريعة إن أنت تحرز فيهم هدف وممكن هدفين. هنشوفنا أبو سليم لولا بقى الأخطاء اللي تحكيم الفتحة، أبو سليم أحرز فيهم هدفين هناك على أرضهم. طبعا هنقابل استفزازات كتير وقرارات تحكيمية مستفزة عكسية هتبقى علينا، بس لازم يبقى عندنا انضباط انفعالي داخل الملعب، لأنهم هيحاولوا يخرجونا عن شعورنا بأي طريقة. وكل توفيق للفريق، والرجوع بنتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة، وإن شاء الله الزمالك بطل الكونفدرالية.